اكثر الحاجات اللي بنندم عليها بعد الجواز. تعالى اقولك بقى الحاجات اللي ندمت عليها جدا جدا بعد ما اتجوزت. عايزاكي تكرري غلطتي واتعلمي من اخطاء غيرك. هروح على الفيديو اعرفك الحاجات اللي انا غلطت فيها وانتي ان شاء الله مش هتقعي فيها زيي. اعملي لايك وسبسكرايب او اشتراك في القناه وكمان صغنون قمر زيكم. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. فينا مش بيندم على حاجات كتيرة بعد ما بيتجوز، واهمها ان هو اصلا اتجوز. لا بهزر طبعا يا رب. حاجات كتيرة جدا جدا عملتها وبعد الجواز حقيقي ندمت عليها، فعايزاكي تركزي معايا قوي في الفيديو ده، متكرريش نفس غلطتي اللي انا هببتها. الحاجة بقى، ودي الحاجة الوحيدة اللي فلتت مني وعملتها الحمد لله، وهو الليزر. حاجة بجد هتندمي عليها جدا جدا لو ما عملتهاش قبل الجواز وعملتيها طبعا قبلها بفترة محترمة. الليزر خطير جدا جدا يا جماعة، وعملت عنه فيديو خطير، ارجعوا له، هسيبه لكم برده في الديسكريبشن تحت اللي حابب يرجع له. تجربة رائعة واكثر من رائعة بجد، من الحاجات اللي بدعي ليل نهار لصاحبتي اللي عرفتني على حوار الليزر ده. بجد هيريحك جدا جدا. فككم من السويت وفككم من الطرق التقليديه دي، خلاص راحت عليها اصلا، بتسبب مشاكل كتير جدا لجسمنا وللجلد بتاع الجسم، مش هتعرفي تعالجيها ولو بعد حين. على نفسك كده ودبري حالك، وحاولي ان انت تشيلي كده كل شهر مبلغ على جنب عشان تعملي بيه الليزر وتروقي على حالك. ندمت عليها، وهي ان انت تشتري ميك اب كتير قوي 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 بهبل، وحاجات انت ممكن اصلا ما تستخدميهاش، بس الافتراء بتاعنا واللي بيجري في دمنا والحاجات المغريه قوي اللي بتبقى طالعه جديده في الميك اب، اللي هو لازم تبقى موجوده عندي، لازم اجربها، وتجيبيها ومش بنستخدمها وتسمع حسكم في الدرج جوه. باليت هدى بيوتي مش عارف ايه، وحياة ربنا مش بلمسهم خالص خالص. الاولى من الميك اب وهو السكين كير والحاجات بتاعت الاهتمام بالبشره بالشعر وبالجسم. ادفعي فلوس وفرتكي يا ست الكل في الحاجات دي، وانتي مطمنه بجد ان الحاجات دي هي اللي هتنفعك اكتر بكتير جدا جدا من الميك اب. مش هنبطل نجيب ميك اب ومش هنتجوز من غير ميك اب، بس برضو تجيبي ميك اب على قد الايد، وتجيبي ميك اب الحاجات المهمه اللي انت عارفه ومتاكده ان انت هتستخدميها. غير كده اوعي تعملي الحركه القرعه بتاعتي اللي انا عملتها دي. تالت حاجه يا ست الكل، وهي برضو حاجه قرعه جدا عملتها ومش عايزاكي انت برضو تعمليها، وهي ان انا اشتريت لبس كتير قوي قوي قوي، مع ان بينزل موضه على طول وتجديد، وكل صيف وكل شتاء بتنزل حاجات كتيره جديده، وقمر قمر قمر طبعا. واحنا كالعاده ايدينا بتاكلنا وبنروح نشتري طبعا من الحاجات الجديده اللي نازله. بلاش ان انت تهدري فلوس كتير قوي في موضوع ان انت تشتري لبس في موضات بتنزل كل موسم، وانت كده كده ايدك هتاكلك وهتشتري منها. فاوريدي من الاول اعقلي وهاتي برضو الحاجات المهمه في لبس البيت، في اللانجري، في لبس الخروج. هاتي حاجات اللي هي عارفه انتوا اللي انا هستعملها برضو، اللي هو انا عارفه ان الحاجات دي انا بحبها وان شاء الله ان شاء الله يعني هلبسها، لان في حاجات كتيره جدا عندي بجد ما اتلبستش ومتضايقه جدا ان انا حطيت فلوس فيها. فبلاش تعملي برضو نفس الغلطه. اللي اخر حاجه ودي اهتمي بيها جدا 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 جدا، وهي ظبط وزنك وظبط جسمك قبل الجواز. بلاش برضو نعتمد يا جماعه ان المواضيع دي كلها دي بالذات تعتمدي عليها، اللي هو انا مش هظبط جسمي غير اما اجي اتجوز، انا مش هعمل تفتيح للاماكن الغامقه في جسمي غير اما اجي اتجوز. لا، الحاجات دي اهتمي بيها قبل الجواز. هي موضوع ظبط الجسم وان انت وزنك يبقى مظبوط. حاولي ان انت على طول تهتمي بالرياضه، تهتمي بالاكل الصحي. الموضوع ده بيفرق قوي قوي قوي. مشيتي على روتين ومشيتي على حاجات معينه بجد انت هتفضلي مستمريه عليها، هتظبط نفسيتك، هتظبط حياتك، هتخلي حياتك بجد حاجه تانية خالص. بالذات موضوع الوزن ده، واما بنقعد نزعل نفرح ناكل، نزعل نفرح ناكل، فالموضوع ده فظيع فظيع. اسالوني انا اما بيبقى نفسيتي مثلا مش تمام، احلى حاجه تلاقيني رايحه باكل. اما تلاقي نفسيتي فرحانه برضو تلاقوني رايحه باكل. اللي هو يا جماعه كهربوا المطبخ، كهربوا التلاجة عشان ما اقربش من الحاجات الفظيعه دي اللي بتخرب الدنيا. بعدين نرجع ندور على الجيم ونرجع ندور على الاكل الصحي،
وتفرتكي فلوس قد كده. طب من الاول ما نمشي عدل علشان يحتار عدونا فينا زي ما بيقولوا. نهتم بجسمنا ونهتم برشاقتنا ونبقى حلوين وموزز كده في نفسنا كده يا حبوبات. دي الحاجات بجد اللي ندمت عليها ان انا ما عملتهاش، وعايزاكي انت اللي تعمليها وتبقي زي القمر. على الف خير الفيديو اللي جاي. بس قبل ما نخرج من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم عشان هم كمان يستفادوا. بجد لو عرايس بجد هيفرحوا جدا جدا بالفيديو ده، فاديه لصاحبتك وابعتيه لقرايبك. وانتوا صغنون سيبوهولي تحت تشجيعي، وسيبولي كمان لو حابين ان انا اعمل لكم حاجات حلوه الفتره اللي جايه او اي فيديوهات انتوا نفسكم فيها. اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.